الفيديو ده هيعلمك ازاي تعملي موف اون على طريقة سوزي الأردنية، طريقة متجربة بنسبة 100%. تعالوا نشوف. اللي سابنا وجري عطل على الدائري واللي باعنا ملهوش في الحب بتاعنا. خلاص بقى خلاص كانت قصة واتقفلت يا عينيا. ايوه يا سوزي، قولي كمان قولي. يا ريت كل بنت تركز بجد في شايفين يا جماعه سوزي كان كل شويه طارق ميه عشان شرقت. شايفين يا جماعه سوزي كانت ايه وبقيت ايه. ده هي اصلا تقريبا سوزي اتشهرت 1000000% بعد حوار القديم بتاعها ده. مش انتي كنت مصاحبه علي علوكه واشرف كوخه ويا دوب اتعرفت عليه اسبوعين بس وقعد تبكي عليه سنتين. فهموا بقى يا جماعه فهموا. كانت قصة واتقفلت، هنفضل نعيط بقى ونلف ونتف وايه. لا خلاص هنلف ونتف كفايه عشان حاجه التالتة دي بتعمل في الحمام مش هينفع نقولها عشان الرقابه. ايه شغل الكانولات والمستشفيات والدموع والقطرة دي مش بتيجي معايا يا جماعه بجد اي حد بتعرف خصوصا الولاد اللي بتعرف على بنات هتلاقي البنت تاني يوم ولا تالت يوم تسالها مالك تقول لك ما فيش انا تعبانه، تبعت لك صوره كانيولا وتقول لك انا في المستشفى لي يومين. ده كدب يا باشا، وهي اصلا كانت بتخونك وكانت بتنزل مع واحد، وصوره الكانيولا دي بتتجاب من جوجل عادي جدا. اللي انا شفت الحاجات دي كتير قبل كده وحتى كمان سوزي قالتها، فالحوار اكريت 100%. خلي بالك او انت كمان خلي بالك لو كمان لقيتي ولد بيعملها، بس انا كنت دايما بشوف البنات اللي بتعمل، لكن ولد يعمل حركه زي كده ده الدنيا اتغيرت خالص. انا قلبي تحت رجلي خلاص، ما بقاش في منه، كان في منه وخلص. الصعبانيات دي ما بتاكلش معايا ولا بتشرب. اي ما الاقي حبه صعبانيات كده هروح عامله بلوك. اهي جابت المفيد عامله بلوك. ايوه خلي بالك ان جو الصعبانيات ده خلاص ما بقاش فيه منه، واي حاجه تشوفيها تعملي ايه بلوك بلوك بلوك، وفي اخر الفيديو ما تقدرش تعملي فولو.